اليوم راح نوري لكم اكبر سد في افريقيا واللي هو سد بني هارون. هيا معايا. شوف لي بس، شوف لي واستمتع لي بالمنظر. مظبوط. شوف 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 شوف، ما شاء الله. شو رايك؟ جيب هليكوبتر باش تبي توصل مظبوط. كما شفتوا نعطيكم نبذة تعريفية على سد بني هارون. يقع سد بني هارون في ولاية ميلا، أكبر سد في الجزائر وكذلك من بين أكبر السدود في إفريقيا بمساحة حوض تقدر ب 7725 كيلومتر مربع. تخزين المياه يصل إلى 960 مليون مكعب في العام، والجسر المار عبره يجمع بين ضفتيه، ويبلغ الطول تاع الجسر هذا 700 متر، وأطلق عليه اسم جسر واد الذيب. وكذلك تلقب ميلا بسويسرا الجزائر. في فصل الربيع يكون عندها واحد المناظر بزاف شابة خلابة ورائعة، ويطلق عليها كذلك اسم سان فرانسيسكو الجزائر. سان فرانسيسكو الجزائر لأنها عندها جمال خلاب في فصل الربيع. وصمم سد بني هارون بواسطة الخرسانة المضغوطة، وكان سد بني هارون من بين أكبر السدود في العالم وقت بناؤه بين عامين 1996 و 2001. وسد بني هارون يوفر المياه الشرب إلى تقريبا 7 ولايات مجاورة، من بينها ميلا، جيجل، قسنطينة، أم بواقي، باتنا وخنشلة وبعض المدن الأخرى. وبهذه الولايات تجمع عدد السكان أكثر من 5 مليون نسمة اللي وفر لهم هذا سد بني هارون المياه ومياه الشرب. وبلا ما ننسوا كذلك أنه سد بني هارون يتوفر على ثروة سمكية هائلة ورائعة. ننصحكم أنكم تجوا وتزوروا هذه الولاية الخلابة، بالأخص في فصل الربيع راح تكون مثل سويسرا، وإحنا نسموها بسويسرة الجزائر. موح المسطاش، موح بورحلة، كحل كحل في المنظر مضبوط. هذه الولاية أنا تبان لي من بين الولايات المحقورة ولا المهمشة إعلاميا، لأنه لما تكون جايز إلى ولاية جيجل تفوت عليها ومحال ما تفوتش على هذه الولاية ولا هذا الجسر تاع بني هارون. استمتعوا لي بهذه المناظر الرائعة. شوف لي بس، شوف لي واستمتع لي بالمنظر. مظبوط. شوف 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 شوف، ما شاء الله. شو رايك؟ جيب هليكوبتر باش تبي توصل مظبوط.